في سنة 2000 استلم بشار الأسد حكم سوريا من بعد أبوه حافظ الأسد. وقتها كان العالم وسوريا متوقعين إن بيكون بشار هو المخلص من العذاب اللي مرت فيه سوريا بسبب أبوه الحافظ أسد، ومستحيل يكون بشار اللي مش جاي من خلفية عسكرية وكان طبيب أو دكتور يكون زي أبوه، يكون بالوحشية اللي كان فيها أبوه. ولكن الموضوع اختلف 180 درجة. 17 يبرو 17/5/2013. الله اكبر. اكبر عليك يا بشار الاسد. لأن بشار كان أسوأ من أبوه بمئات المرات. وبعد 11 سنة من حكم بشار الأسد لسوريا، وبالتحديد في 2011، انطلقت ثورة الربيع العربي في جميع أنحاء العالم العربي زي مصر وليبيا وتونس. وفعلا الثورات دي نجحت في أنهم يعملوا انقلاب على رؤسائهم، وتم فعلا اسقاط رؤسائها. فبدأت سوريا ان هي تعمل ثورات ومظاهرات على بشار.